احنا 4 شباب: احمد تميم، طارق تميم، ومعنا نضال الخضراء، ودور السلمان من فرقة شهود عيان. بلشت الفكرة تقريبا من عام 2009 بلشنا نغني، وسوينا أول ألبوم لنا كان بعنوان فلسطيني لاجئ، وكنا نسجل أغلبية الأغاني باستديوهات، بس كنا نعاني من مشكلة كبيرة إنه الاستديوهات عم تستغل الفرق الراب الموجودة، بإنه شلون يعني إنه الشاب صار إنه بس إنه يروح يسجل بالاستديو الغنية، بس إنه يحسب حساب إنه المصاري بده يدفعهم، تمام، ما عاد يحسب حساب إنه بده يطلع الغنية بطريقة صح، تمام. هذا الشيء كنا نعاني منه بطريقة يعني مو طبيعية نهائيا. هو بالاجمال يعني انه تبع الاستوديو انه خلص يمشي شغله وبس. وكان هدفنا من الراب العربي انه ننقل نظرة الشارع، احنا ونجسدها بطريقة انه نكتبها عن طريق كلمات ونجيب الحان ونغنيها، لانه الشباب بين عمر 18 سنة و 22 سنة صاروا يحبوا هذا النمط من الغناء، يعني هدفنا من انه نغني راب انه نحن ننقل نظرة الشارع، مو لغة الشارع، النظرة تبع الشارع. وسمعنا باستوديو صوت الشعب للاجئي الراب، خدنا من الموعد وهلا رايحين عندنا ان شاء الله بنتوفى. شهود عيان رايحين هلا على استوديو صوت الشعب مشان نسجل، يلا نشوف فرق. كيفكم؟ الحمد لله تمام، بس رح ننطر شوي مشان الشباب عم يسجلوا. مش عارف مشكلة. الموسيقى اللي هي البيانو يعني من عند تبعتوا لنا واحد احبال نشاطه غنضل نمزح ان شاء الله تمام. كيفكم؟ شو جاهزين للتسجيل؟ يلا جاهزين؟ يلا واحد يلا جاهز. هذا ياسر جاموس مؤدي راب. مدير الفرقة نور العبد الله. فايف احمد من فرقة لاجئين الراب. هو السبب الرئيسي اللي خلاني مثلا انه افتح هذا المشروع وبلش فيه بكل جدارة، يعني وقت ما كنت صغير انا كنت اسمع راب، تمام، سافرت يعني وشفت كتير يعني انه في فرق راب، والراب العربي يعني بيحكي دائما عن الشيء الصح، الشيء اللي عم يصير، الشيء اللي نحن بنعيشه، واكثر الشباب يعني اللي عم تطلع هلا عم تغني، بس ما في مين مثلا انه يعطيها صح، يوجهها صح، يعني يعطيها الكلمات المضبوطة اللي يعني تأدي الراب المضبوط. نحن كفرقة لاجئي الراب وقت اجت بالنا فكرة المشروع تبع صوت الشعب، نحن هي نتاج فكرة قديمة بال 2009 عملناها اسمها لاجئي الراب ريكوردز. فالفكرة تعمقت انه نحن وقت بلشنا ما بين 2002 و 2003 حتى جمعنا حالنا وصرنا فرقة بال 2005، اللي صار فينا انه موضوع الراب العربي بالاستديوهات كتير يعني ما له اخذ حقه. بفوت اي واحد على الاستوديو طوب بغني، مش مقبول. بغني حتى ومثل عم يضحك عليه الاستوديو، يعني ما بيعطي النتيجة اللي هي 100%، انه تعال اعمل هون بالبيت هيك، اعمل هيك. المعنى انه يشرح له انه شو انت تشتغل، كأنت اول اغنية لك بالراب العربي، كأنك انت بدك تيجي تسجل، ما كان انه في شي حدا انه ينصحه او انه يحكي له انه شو لازم انت تعمل، شو لازم تساوي، هون لا هون غلط، هون صح، هون لا، كان في صعوبة كتير كبيرة. حتى بالبيتس يعني كألحان كأمور ما كان يعني يجيب لنا لحن من الانترنت ونشتغل عليه فعلا. طبعا بالنهاية لاجئين الراب صوت الشعب، استوديو صوت الشعب، رجالكم. شهود عيان طلعنا فيها
هالساحة وامشي اجا احمد امسي. كيف المعاني بتحكي واقع يعني ان ذا ويز، قوة بالاداء والكلمات صار فيها منطق. بمخيم مستمع عم نحاول نخلق مدام الراب العربي فن قابل للتنظيم. مش مستني انا من اختك انه تعطيني تقييم. وات الكيتو عامل قوة استوطان جوا مخك على الفلو. الناس للهيب هوب والطاقة عم تتوفر. من امتى شهود عين بكلاب المغنى عم تتأثر. مفكر حالك بالهيب هوب بالعربي تدلش زميل. قدام الكيتو رح تطلع تنجر تستل ستيل. كلماتي برفض لكني بربط معيار ثلاثي للابعاد وقادر ارصد. بالنهاية ومغزى القصة عم بتحاول تمشي برسمي. والدليل على هذا الشيء انك خايف تذكر اسمي.